السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص على الابواب، ومفيش اجمل من طبق الفول على السحور. يا سلام بقى لو معمول في البيت بنظافة وتسوية صح. طيب ايه هو سر تسوية الفول الصح اللي بتخبيه علينا اصحاب المحلات واصحاب عربيات الفول اللي في الشارع؟ السر في مكون واحد بيضاف للفول بيخلي القشرة مستوية زي الزبدة. تابعوني وانتوا تعرفوا السر ده، وهنعمل كمان مع بعض طاجن الفول بالبيض في اخر الفيديو. يلا بينا نبدأ ونسمي الله. معايا هنا نص كيلو من الفول بتاع التدميس. يفضل يكون فول بلدي لونه فاتح زي ما انتوا شايفين. طبعا غسلته كويس جدا كذا مرة علشان اتخلص من اي طين او تراب فيه من عند العطار. تاني حاجة طبعا قبل ما نغسله طبعا بننقي الفول لو في فولة بايظة، فولة مسوسة. بعد كده بجيب مية مغلية وبصبها على الفول بتاعي اللي انا هدمسه، وهنقعه فيها حوالي 3 ساعات. وكل ساعة بغير المية بتاعت الفول. بس اهم حاجة ان المية تكون مغلية. مش هنقعه في مية باردة. 3 ساعات بس مش اكتر، يعني من دون ما ننقعه ليلة كاملة والكلام ده لا، احنا هننقعه في مية مغلية لحد ما الفولة حجمها يزيد وتنفش زي ما انتوا شايفين كده. ده هنا بعد 3 ساعات الفولة حجمها اتضاعف وبقت تمام قوي كده وجاهزة على التسوية، من غير بقى ايه ما نستنى ليلة كاملة للنقع. هجيب جزرة مبشورة وربع كوباية صغيرة من العدس. العدس ده طبعا يكون منقوع قبلها ومغسول كويس. وبرده كوباية صغيرة من الفول المدشوش مغسولة كويس وبرده نقعتها نفس مدة نقع الفول بتاع التدميس. واضيف عليهم معلقة كبيرة من الكركم ومعلقة بابريكا، وهقلب بقى كويس جدا المكونات دي اللي انا ضفتها للفول، علشان كده ايه البهارات تديله لون. تقليبه كويسه كده. ده البهارات دي مش هتخلي بقى بدون الوان صناعيه، مش هتخلي بقى او مواد اللي هم بيحطوها في الشارع، بالعكس هتخلي لونه جميل. وما هيكونش لونه اسود ولا اي حاجه خالص. هجيب بقى الدماسه بتاعتي. يعني يفضل لو مفيش دماسه يبقى حله الومنيوم، بلاش حلل استانلس او حلل جرانيت، لان الالومنيوم بتوصل الحراره كويس جدا. فيفضل تدميس الفول يكون في حاجه الومنيوم. لو مش متوفر دماسه مفيش مشكله، ممكن نستخدم حله بس تكون الومنيوم. هبدا اضيف الفول. بعد كده هضيف عليه ميه مغليه. اهم حاجه ان الميه تكون مغليه، ما نستخدمش ميه بارده لان الميه البارده هتخليه يسود. وطبعا اسيب مسافه علشان ما يفرش على الدماسه من بره. وهضيف نص ليمونه علشان برضو لونه ما يغمقش، هتخلي اللون بتاعه فاتح. واهم خطوه بقى ان انا اغطي الفتحه بتاعه الدماسه بورق فويل الاول قبل ما اضيف الغطا بتاعها. وبعد كده نكبس الغطا كويس جدا علشان البخار ما يطلعش ويسوي القشرة بتاعته كويس. لازم نكبسه كويس اوي الغطا. كمان البخار لو في مسافة والغطا بيترفع، الهواء هيخلي الفول يعمل طبقة كده على الوش لونها اسود، هيبقى لونه غامق. فكل الحاجات دي مهمة اوي تخلوا بالكم منها علشان يطلع معاكم الفول ايه جميل كده وحلو. طبعا انا هنا حطيته على السخان علشان النار بتاعته بتكون هادية شوية. بعد كده انا هسيبه 4 ساعات، مش هفتح عليه غير بعد 4 ساعات. بعد 4 ساعات هبدأ اشيل الغطا، وهضيف بقى ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. دي بقى هتخلي الفول في حتة تاني، تسوية صح. القشرة تبقى مزبدة كده وجميلة، والفول كده يبقى روعة. بعد كده هسيبه بعد ما ضفت ربع معلقة البيكنج باودر حوالي ساعتين، يبقى كده 6 ساعات. شايفين يا جماعة الفول كده استوى وبقى تمام بعد ال6 ساعات. طبعا لو مش متوفر عندكم السخان وهتحطوه على عين البوتاجاز، فلازم النار تكون زي الشمعة.
هدوا النار جدا جدا زي الشمعة بالظبط. شايفين الجمال؟ طبق الفول صح، تسوية جميلة والقوام بتاعه مظبوط جدا. نيجي بقى نظبطه ونحط التحويجة بتاعته. هنا انا ضفت ملح وبابريكا وشطة وكمون، وهقلبهم كده كويس. شايفين القوام بتاعه؟ القوام بتاعه تحفة، حاجة بجد عظمة. طبق فول روعة، احلى بكتير بكتير يا جماعة. شايفين الفولة مستوية كويس جدا زي الزبدة، شايفين؟ والقشرة بتاعتها برضو مستوية حلوة قوي، والفولة مظبوطة كده سليمة، ما اتهرتش ولا حاجة. كمان القوام بتاعه حلو قوي قوي، مش محتاج بقى ان احنا نضيف نشا ولا اي حاجة، لان الفول المدشوش بيساعد على ربط المية بتاعة الفول لما بيتهرى. بقى انا هنا ضفت بقى معلقة خل صغيرة كده، وابدأ اضيف الطحينة كده على الوش. وطبعا يا سلام بقى لو شوية زيت حار، بعد كده نضيف بقى شوية زيت حار كده، يبقى طبق فول بالزيت الحار، حاجة كده عظمة زي اللي بناكله بالظبط على عربيات الفول في الشارع، واحلى كمان. بالعكس ده انضف ومعمول في البيت، ما فيش اي الوان صناعية اللي هي بتضاف للفول علشان تديله لون. شايفين الطبق؟ جميل جدا. محتاج بقى رغيفين عيش كده ونضربه. نيجي بقى لطاجن الفول بالبيت. انا جبت هنا الفول في الطاجن، هو ساده طبعا، حطيت عليه طماطمتين متقطعين ومتقشرين، واهم حاجه نشيل القشره بتاعتهم، وبصل اخضر متقطع وفلفل اخضر، وهقلبهم كويس جدا. الطاجن ده تحفه تحفه بجد، بيبقى طعمه خطير. واحط بقى البهارات بتاعتي والملح، كمون وبابريكا وشطه وشويه ملح كده، وهقلبهم كويس جدا. بعد كده بقى هجهز البيض اللي انا هضيفه على الوش وادخله الفرن. طبعا الاول هضيف شوية زيت، ندي كده رشة زيت كده قبل ما نضيف البيض. الطاجن ده يا جماعة بيبقى روعة، طعمه حلو جدا وتغيير عن الفول اللي بيبقى بالطحينة. انا هنا هضيف 3 بيضات. وطبعا لازم ندي على الوش كده ايه رشة فلفل اسود علشان الزفارة بتاعت البيض، عشان تضيع الريحة بتاعته. رشة صغيرة كده من الفلفل الاسود على الوش قبل ما ندخله بقى الفرن. ندخله بقى الفرن ونولع الشواية. وده شكله بعد ما طلع من الفرن. هو اخد مدة حوالي 5 دقايق في الفرن، وبعد كده دقيقتين كده على الشواية. روعة يا جماعة، ان شاء الله تجربوا الطريقة وتعجبكم، وهيبقى احلى طبق فول تعملوه على السحور لو جربتوا الطريقة دي. وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله كده نشوفكم على خير في فيديو جديد، وصفات جديدة. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب.